الكلام من القلب ما بيقدمش. الشدز بتدور اهلا. بتدور. ليه؟ حقيقة ما انا ما عرفتش ارد اقول ايه الصراحة، بس فقلت اقول اي حاجة. الحلقة دي مم. القعدة دي يعني مم. أنا إيه يعني الآن على برستيج لا ليه يا منك. بدر؟ هو انت عمرك شفت مني حاجة غير احترام؟ شفت مش عارف ترد يعني مش ما أنا مش عارفة مكسوف أقول ما شفتش. فهنعمل زي فؤاد المهندس كده إيه هفسك على بناتك هتديني برستيجي قدام الناس بعد القعدة يبقى خد نتصرف مع برستيج بعض بقى خده بعد تاني. على فكرة بتديهم فكرة وحشة عني. والله شادي يعني- انت مش محتاج ادي لحد يعني هو الناس صح، هم كده كده هم واخدين فكرة. الناس عارفين. الحمد لله الحمد لله. شيدز القعده عباره عن ان انا وانت هنقعد نحكي شويه، مم. وانت الحقيقه من الناس اللي عندهم كونتنت كبير قوي قوي قوي. شوية. لا عندك كونتنت كبير فعلا يعني. انت ما شاء الله انت مش من اكبر الاجيال اللي ليها علاقه برياضه العربيات في مصر، بس انت عاصرت اكبر الاجيال فمحسوب عليهم، مش اكبرهم سنا قصدي. هو مفهوم، بس ما اقدرش اقول لك محسوب عليهم. يعني انا كنت لسه عيل صغير لما ما هي دي الفكرة. لما كانوا موجودين هم، يعني اوريدي كبار زي ما انت بتقول بس كده. حضرت يعني انت كنت في الوقت ده في ممكن يكون كان في ناس في سنك كانوا لسه في البيت ما نزلوش بقوا عايشين معاهم زي ما انت عشت معاهم الفترة بتاعت البدايات الرياضة في مصر. هي دي قصه مختلفه، وانا يعني ممكن نقول ان حظي كان كويس ان انا اتحطيت في حته زي دي من بدري قوي كده. لا هو انا بس عايز اتكلم على ان القصة الكونتنت كبير لان انت مبتدي من بدري رغم ان هو مش سنك ده. فاهم قصدي؟ يعني احنا الجيل الاكبر هو ممكن يحكي على فترة معينة، الجيل الاصغر ما عاشهاش، انت الاصغر بس عشتها معاه فممكن تبتدي تحكيها معاه. يعني هو انت خليت الموضوع معقد بزياده وبقيت فاهم انت بتقول ايه. ما عليه يعني ما هو انت مايك بقى يعني ولازم اتفلسف فاهم. مفهوم. انت دلوقتي احنا ابتدينا يعني انت فاكر انا عرفتك ازاي؟ شكرا شكرا. بص اتفضل. انا كان ليا واحد جاري خدني معاه قال لي هوديك عند صحابي اللي بيحبوا العربيات، وقفت معاك في ميدان مصطفى محمود في المهندسين. ده زمان قوي ايام السيفيك. ايام السيفيك بالظبط، وانا كنت ساعتها صغير جدا، كنت في ثانوي يعني، وكنت مبهور بقى بيك وعمال ابص لكم بصه. وبعد كده فاتت الايام وشفتك بقى وانت شادي اسامه، وانت شادي اسامه بقى اللي بينظم السباقات، شادي اسامه بطل اوتو كروس، شادي اسامه اللي بيعمل اوتو كروس، شادي اسامه الحاجات الكتير. انت ساعتها طبعا ما افتكرتنيش بربع جنيه. اذا كنت مش فاكرك دلوقتي بالظبط يعني فافتكرك ايام، يعني مش فاهم. انا ما بقول لك البرستيج هيضيع خالص في الحلقه الحمد لله. ف عايزك تديني بقى ايه، انا عارف في شويه حاجات انا عارفها اوكي. بس عايز اعرف القصه ابتدت ازاي مع الولد الصغير اللي كان بيحب العجل والدنيا راحت محركاه وهو بيحب العربيات والصور والمجلات وراح في الاتجاه ده. ابتدينا منين؟ سنه كام تقريبا؟ هي الحاجه الحقيقيه ابتدت سنه 83. ده قبل بقى الاحداث كلها بتاعت بتاعت السباقات والعربيات والحاجات اللي انت قلتها من شويه دي كده. كان قبليها بشويه كويسين. سنه 83 هي البدايه الحقيقيه اللي ممكن نعتبرها. يعني قبليها انا ابويا الله يرحمه كان مهندس ميكانيكا، الله يرحمه. وجدي من ناحيه امه الله يرحمه برضه كان بيحب العربيات قوي. فانا واضح ان الجينات جايه لي من ناحيتين، من ناحيه جدي من ناحيه هو كان حب جدك اه لكن والدك كان مهندس ميكانيكا باعتبار يعني شغل ولا برضه كان بيحب؟ لا دراسه. ما انا فاهم، انا قصدي يعني كان يعني علاقته بالعربيات مجرد انه مهندس ميكانيكا ولا كان بيحبها يعني؟ هو ما كانش بيتعامل مع العربيات خالص، هو كان شغال حاجه تانية خالص. اوكي واخد تمام بالك؟ بس تمام. هو الفكره في ايه، ان هو كان فاهم يعني ايه عربيات، بيفهم في العربيات، بيفك ويركب بايده الحاجات دي زي ما انت بتعمل كده يعني. واخد تمام. بالك؟ ف فاللي حصل ان انا من وانا عيل صغير قوي كنت بحب العربيات، تمام. زي الماتش بوكس مش عارف ايه، بلم عربيات، بتفرج على، كان عندنا فرشوا مع السجاده على البسطه بره في ايوه الايام الحلوه دي. أيوة. ايام حلوه، ايام بسيطه وحلوه. وتتسرق مني العربيات اللي العيال ده اخدوها وحاجات كده. المهم يعني ف وطبعا انت زي ما انت فاهم كده، يعني ايه مثلا انت لو
لما حد بيخلف عيل صغير مثلا، فتيجي خالة الواد الصغير ده تقول لك يا ده احلى واحد في الدنيا. هو الواد مش احلى واحد ولا حاجه، بس هو بالنسبه لهم أحلى واحد في قرد الدنيا. اصلا هو قرد بس قمر الصلاة على النبي. أوكي. فهي الفكره في ايه؟ ان انا فاهم شويه حاجات او مش فاهم شويه حاجات. انا بعرف اقول ان دي عربيه نوعها فيات مثلا، ولا دي عربيه ايه وبتاع. هم زمان لهم اصلا كانوا 6 ماركات يعني مثلا حاجه كده. ففي العيله كان بقى شادي اوعى ده جهبذ العربيات في البلد، وانا يعني عيل صغير فصدقت نفسي ان انا بفهم في العربيات. يجيبوك لواحد كبير يقول لك عمو عايز يشتري عربيه، يجيب عربيه ايه؟ فاهم؟ وانت لسه مش ما الدرجه دي يعني، ما فيش كمان. انا عشت الحاجات دي اصلا. انت كده انت جيل اجدد بكتير. ماشي وبعدين فالفكره ان انا صدقت نفسي ان انا فاهم في العربيات. تمام. جيت بقى اللي حصل سنه 83، لقيت مجله كده بالصدفه عند الراجل بتاع الجرايد اسمها سبور اوتو. سبور اوتو دي طبعا اي حد من الجيل ده، اي حد بقى من لبنان، الاردن، الكلام دي كلها يعني، في شويه ناس دي كان ريليت لكلمه سبور اوتو دي بشكل رهيب. بقرا المجله اشتريتها فبقراها، لقيت نفسي يعني كلمه مش فاهم حاجه في عيشتي السوداء يعني كلمه تعتبر يعني ايه اندرستيتمنت رهيبه. ده انا طلعت واخد زوم بقى، أنا مقلب في نفسي أنا الجامد، فظيع. انا الجامد بتاع العيله. لا ده انت مش فاهم حاجه في عيشتك. ما جيتش ما جيتش بالظبط بجد. ما جيتش عارف. آه. انت حتى في السياق بتاع الكلام بتاع المجله في حاجات مكتوبه هم كاتبينها بطريقه تحس ان اللي بيقرا الكلام ده هم عارفين ان هو فاهم الكلام ده. فانت طلعت ما فيش بقى انا خالص. مش فاهم الكلام ده اصلا. يعني هم عاملين مجله مثلا للناس اللي غاويه اللي فاهمه. هي مش ساعات الناس اللي غاويه، لاي حد فاهم اللي احنا كاتبينه ده. لا ده انا مش فاهم للدرجه دي. كنت رايح ما كنتش موجود. كنت صغير برضو قوي. 83 دي كان عندي كام سنه؟ يعني كان عندي 11 سنه مثلا. اقصد ما صغير قوي يعني. هي 83 دي اللي هي بتاعت كام يعني؟ 1 2 13 سنه. مش لازم تقول يعني عندك كام سنه بالظبط يعني. طيب كنت صغير قوي. يلا حصل خير. فالفكره في ايه؟ ان انا ساعتها لما لقيت نفسي مش فاهم، فركزت بقى. المجله دي بقيت بشتريها كل شهر، بقيت بقراها عشان اتعلم. انت عايز بقى الجاب اللي انت خلاص اتصدمت بقى فيها دي عايز تلمها. ابتديت اذاكر بقى، ابتديت اكني بذاكر بجد يعني. وصلت حاجه ظريفه، واكتشفت في النص وانا بلعب بالمجله او انا بذاكر في المجله بالشكل ده كده ان انا مايل لاتجاه الرياضه اكتر. يعني هي المجله كانت تعتبر مقسومه نصين بالظبط. لما بتفتح المجله من النص كده، النص اليمين ده اللي هو اول المجله بيبقى اخبار العربيات الجديده، اللي عايز يشتري تجارب عربيات، الكلام ده كله. النص التاني ده كله عباره عن سباقات، راليات، حاجات كده. فلقيت نفسي منجذب قوي للناحيه دي. ما خدش بالي طبعا في الاول ان انا هو ده اللي شددني، بس بعد كده لقيت نفسي ان انا هي دي الحته اللي انا حاببها يعني، اللي هي بتاعت بس الهيدلاين الكبيره عربيات. الهيدلاين الكبيره عربيات. الهيدلاين تحتيه على طول موتور سبورت. تمام. اوكي. وقعدت اذاكر بقى بالشكل ده كده لحد ما في المجله دي لقيت في اعلان اسمه سباقات سرعه هتتعمل في مصر، سباق اسمه كريزي كار ريس، سباق العربه الطائشه كان ايوه فاكره. اوكي. والسباقات دي هتتعمل في مصر في الباركينج لوتس والاماكن الفاضيه والحاجات دي وبتاع. فانا طبعا خدت الموضوع اكرمت جدا. يعني انا بقى ايه ازاي الناس يشتغل من غيري يعني بعد كل المذاكره دي. دلوقتي بقيت فاهم بقى وبقيت جامد مذاكر. انا فاهم. لا وبقيت بقف عند النادي بقى والناس تيجي تسالني على حاجات وانا اقعد اقول لهم يعني مذاكر يعني عارف اللي هو ايه. ما يصحش هيعملوا سباق في مصر من غيري، هيدوروا من غيري. استنى ما تدورش، شادي جاي ما تدورش. استنوا يا جماعه رايحين فين. فطبعا يعني هو ده كان انا لوحدي كده. هو ده اللي كان انت قناعاتك انت. انت شايف كده. بس طبعا السباقات اتعملت وكل حاجه تمام وكده. ما خدوش بالهم معلش. اول سباق اتعمل كان معمول في الاستاد. وكان عندي درس، كنت ثانويه عامه ساعتها. مش عارف كنت في انهي سنه ثانويه عامه الصراحه يعني. دي برضو موضوع مش عايزين نتطرق ليه. فكان عندي درس، زوغت من الدرس. ايوه بقى. ورحت حضرت السباق. جدع يا شادي. كلمه لا تكن مثل شادي. الفكره بقى عارف انت النوستالجيا اللي احنا بنتكلم عنها بتاعه ان انت لما بتشوف حاجه كنت بتشوفها زمان وانت صغير، بتكون شايف العربيه برسمه معينه او بشكل معين. الكلام ده ما بقاش دلوقتي موجود بالظبط. بنفس الشكل. دخلت الباركينج بتاع السباق ساعتها كانت حاجه برايسلس بالنسبه لي، واكيد بالنسبه لاي حد يعني شبهنا. واخد بالك؟ الدخله بتاعه البارك وانت كده اول مره بقى تخش الحته دي، انت عارف اسامي معينه زي مثلا
اسلام مشهور واخد بالك، زي احمد الشنطي عارف. ففي اسامي كده انت كنت عارفها وبتشوفها من بعيد، انت داخل لقيت الناس دي كلها واقفه هناك على الحقيقه بقى. عربياتها انت كنت بتشوفها على الحقيقه، بس كنت بتشوفها من بعيد، تتفرج عليهم كده من بعيد وهم واقفين مع بعض. انما انت هنا دلوقتي داخل العربيات دي كلها راكنه جنب بعض، وعربيات انت ما تعرفهاش بقى. يعني انت عارف الكام عربيه بتاعت الجروب ده، بس الفكره ان في عربيات تانية صحابهم بقى اللي انت ما بتشوفهمش. صحابهم اللي انت ما بتشوفهمش بالظبط. جولف 1 جولف 2 16 5 بيبان، فاهم حاجات كده اللي هو ايه ده، العربيات دي جت منين؟ مبدئيا سيات 133 بورش 911 تارجا، كل دول بقى مع بعض حته واحده، وكل دول راكنين ومتقسمين كده اكنهم متقسمين جروبس. العربيات اللي شبه بعض مع بعض 127 128 سيات 133 عشان الكاتيجوريز. لا هم كانوا حاطينهم الكاتيجوريز كانت بتختلف ساعتها بطريقه مختلفه، يعني الكاتيجوريز كانت بتتعمل بطريقه مختلفه. فهم كانوا حاطين كل نوع مع بعض. تمام. الجولفات محطوطه مع بعضها، العربيات ال 127 مع بعضها، معاها ال 28 معاها السيات، البورشه كانت لوحدها. البورشه تقريبا ايوه البورشه كانت بتاعت اباني يعني من ساعه ما يعني من اول سباق اتعمل في الدنيا والبورشه مكتوب عليها اباني، فاهم انت؟ بس فطبعا كان احساس انت مش قادر تتخيل يعني احساس غريب فاهم. كنت مثلا ايه يعني بالسنين كنت مثلا ايه 15 16 الكلام ده كان سنه 90. انت لو في سنه لا 90 ده كنت 19 مثلا 18 19 أوكي. حاجه ماشي. كده واخد بالك. بس هي كانت اول حاجه وسباق بقى بجد وبتاع وحاجات كده. فبس عشان ما نطولش يعني الموضوع. لا انا اسمع. رحت قعدت ومش عارف جبت ورقه وقلم منين، ولا كان معايا ورقه وقلم. ما تيجي بتوع الدرس اللي انت زوغت منه ممكن برضه مش فاكر ايه اللي جاب ورقه وقلم في الموضوع. وقعدت كتبت ارقام العربيات واسامي المتسابقين وانواع ارقام اللي هي ارقام العربيه اللي هتنزل بيها السباق. اللي هي رقم 1 مش رقم اللوحه لا يعني. اكيد مش رقم اللوحه انا يعني. بشوف الموضوع كان ماشي ازاي. لا مش بحث. والتايمات اللي جايبينها ولقيت لهم بقى بعد كده لما رحت البيت من نفسك كده ولا حد قال لك اعمل حاجه انت لا كان شغلي الشاغل ان انا احفظ ال 33 متسابق اللي دخلوا اول سباق دول واقعد اسمعهم تسمعهم. ما كنتش بعرف اكتب التايمات، بس كانت كل حاجه تانية بتتكتب. رقم العربيه التايمات ما كانتش بتوصل لك. لا ما كنتش حافظ التايمات. ما كنتش عارف احفظ التايمات، بس كنت حافظ كل حاجه تانية. تمام. فعشت حياتي كده لحد تاني سباق. تاني سباق بقى كلمت عالمية. انت اللي كلمتهم؟ وهشام مظهر. انت قابلت هشام مظهر؟ لسه قريب قبله. لسه قبله. بالنسبه لي انا هو مستر هشام يعني. اوكي. ساعتها اول ما شفته انا ما كنتش عارف انه هو. نادر الخياط بيعرفني عليه وبتاع، فرحت لافف له قلت له حضرتك صاحب شادي اسامه؟ قال لي صاحب شادي اسامه؟ ده انا اللي مربي شادي اسامه، شادي ده ابني عمل لي كده. فهشام خدني يومها وقام موقفني بقى في الحته اللي هو بنقول عليه دلوقتي البارك فورمي، الحته اللي فيها المتسابقين بقى والعربيات. هو يعني خدك، هو كان تاني مره يشوفك فحس ان انت فاميليار. انا كلمتهم في التليفون وقلت لهم ان انا مهتم وان انا كنت عايز اخش سباق بس ما فيش عربيه والكلام ده كله كده. فابتدينا نتكلم ووالدتي تدخلت في الموضوع بقى وبتاع عشان توصيهم وتقول لهم ان ده مش واحد من الشارع جاي. خدوا بالكم من الواد. ايوه بالظبط كده. ف اما رحت كان هو مستنيني، يعني كان عارف ان انا جاي وقام موقفني في الحته دي. كنت انا جاهز بقى ساعتها، كان معايا ورق بقى بجداول بقى وحاجات وبتاع، وقفت برضو بعمل نفس الحركه بتاعت بتاعت ان انا بكتب التايمات والحاجات، اسامي المتسابقين والعربيات والارقام. ايامها بقى ما كانش بيتقال التايمات اول باول. يعني لما حد كان ينزل يسوق ما كانش بيتقال هو عمل تايم قد ايه. تمام. او امال انا كنت بجيب التايمات منين؟ كل شويه حد بيجي لك من جوه بقى معاه شويه تايمات في ورقه او حاجه. ماشي. لا هي التايمات كانت بتتقال، بس هي كانت بتتقال مره تقريبا وما كانش حد بيبقى مركز ساعه ما بتتقال. خصوصا المتسابق، لان المتسابق كان بيبقى لسه جوه العربيه. فانت بتكتب. فانا بكتب. المتسابق بقى عارف ان انت اللي معاك التايم. فالفكره بقى في انا لقيت بقى ناس زي حماده زلط بقى ومحمد حكيم واسلام ومنال يعني فاهم. جايين بقى كله بقى جاي بقوا صحابي بقى. الولد الصغير ده اللي معاه التايمات. وانا جايب كام؟ لا انت كاتب اسمي غلط. لا حسيت بقى ان انا في حاجه مهمه جوه المنظومه، في حاجه مهمه جدا بعملها. بقيت في المنظومه بقى.
ويومها بقى اسلام هو اللي كسب السباق ده. السباق ده كان تاني سباق يتعمل، كان معمول بالليل برضو في الاستاد، في بارك صغير في الاستاد، مش البارك الكبير اللي احنا بنشتغل عليه الحاجات اللي هي الاجدد بقى يعني. والحاجات الاجدد. واسلام كسب، فكانوا عاملين له شبه زفه وهو مروح، اللي هو الجروب بقى اللي انا بقول لك عليه، اللي هو العربيات الجامده دي ايامها وبتاع والحاجات دي كلها، كانوا بيوصلوا اسلام البيت، واسلام خدني معايا يوصله فرحان يا بس. فانا كنت راكب ايامها يعني ارجيبلي اقوى جولف في الشرق الاوسط، كانت ايامها كانت 160 حصان. حاسب واخد بالك؟ كانت العربيه دي ريتد اقوى جولف في الشرق الاوسط، كانت معموله عند شركه اسمها جي تي اي انجينيرنج في انجلترا. تطلع من الام جي 5. فكانت معموله عند جي تي اي. خد بالك ما انت بتستهتر 170 حصان، ما انت كمل. طيب فانيويز واسلام بقى كان عامل حركات بقى ايامها، انت عارف بقى، عدادات كتيره كده، اللي هي العدادات اللي على القايم وتليفون عربيه وحاجات كده. حركات يعني. فاهم انت؟ طب وانت قاعد جوه معاه في سفينه الفضاء دي، بالنسبه بالنسبه لك لك مش مصدق؟ يعني مبدئيا ان انا راكب العربيه دي مش مصدق، وبعدين العربيات اللي حواليا العربيات اللي حواليا بقى اي اسم انت تتخيله، اجمل عربيات في البلد. اجمل عربيات في البلد بالظبط. واخد بالك؟ وبيوصلوني البيت، فانا اللي هو شكرا يا جماعه، كلهم وصلوك لحد البيت وتوكلوا على الله. طبعا يومها ما نمتش يعني تقريبا. ده فيها بتاع اسبوع قدام لخبطه اصلا. ايوه. بس بعد كده بقى عالميه ابتدوا يتكلموا معايا. تمام. عايزينك اوفيشال بقى؟ لا لسه. كان في سباق مثلا في العجمي. تمام. اوكي. فكلموني، رحت معاهم، قعدت اكني واحد شغال معاهم، وقعدوني مع فهمي خليفه تقريبا، كنت قاعد انا وهو في شاليه وابتديت اشتغل معاهم واحده واحده في يعني الشغلانه اللي انا بحبها قوي، اللي انا كنت بقول عليها زمان او لحد دلوقتي بقول عليها السايس، اللي هو الاوفيسر بتاع البارك فيرمي، اللي بيوقف العربيات ويطلعهم للران داون والكلام ده كله. فانا ابتديت كده. ما هو انت كونك اصلا حابب حاجه زي دي، حتى لو انت مسميها السايس او مسماها، ده معناه ان الشغف غير عادي. انت مش مصدق انك يعني جوه ده. انا فعلا مش مصدق ان انا جوه المنظومه دي. واخد بالك؟ فهي ابتدت كده، وبعد كده مع بقى ان احنا ابتدينا نحتك ببعض، هم ابتدوا يفهموا ان انا عندي شويه انفورميشن. فجي سنه 92 بقى، بعد الكلام ده بايه سنتين بقى. يوجوالي بيبقى رايل الفراعنه بيتعمل شهر اكتوبر. كان في واحد من برضو من اخواتي يعني زي هشام كده، اسمه احمد توفيق، الله يرحمه. الله يرحمه. هو المحرك الاساسي كان بتاع عالميه في حته الميديا. تمام. هو اللي بيصور، هو اللي بيخرج، هو الكلام ده كله. فاحمد كان بيسافر مع الرالي الاسبوع او الاسبوعين بتوع الرالي، وبيبعت الحاجات للمهندس محمد عبد المنعم الصاوي. هو بيقعد بقى في الاستوديو بتاع المونتاج يعمل الحلقات اللي بتطلع على التلفزيون. باشمهندس صاوي كان بيشتغل بايده في المونتاج؟ مش بيشتغل بايده، بيقعد في الاستوديو مع المونتاج، بيشرف. اوكي تمام. ايامها بقى هشام مظهر برضو كلمني وقال لي احنا محتاجين شويه انفورميشن، اكنها حاجه عشان نقولها في حلقات الراديو، مش حاجه ليها علاقه باللي بيحصل دلوقتي قدام عينيك، بحاجه معينه. لا انت عايز تتكلم عموما، انفورميشن عموما، تتكلم عن الراليات، عن الراليات، عن الحاجات دي. فايامها انا فاكر ان انا جبت ورق وقلم وقعدت اكتب بايدي، ما كانش فيه بقى عندي كمبيوتر ايامها ولا حاجه من الحاجات دي، ما كانش حد عنده في الوقت يعني. فعملت الكلام ده ولبست بدله انا واحد صاحبي بدل بجرافتات، بدل ورحنا شركه عالميه عشان حسب بقى نديهم الحاجات بقى. خد بالك. والعجله نامت بقى واتفضحنا، وهشام مظهر صلح لنا العجله على حسابه، يعني عارف مستر هشام مغرقك بخير، مستر هشام مغرقني بخير. من ساعتها بقى المهندس محمد الصاوي قال لي انت بتعمل ايه؟ انا وشرح لي القصه اللي انا قلتها دلوقتي دي بتاعه رايل الفراعنه واحمد توفيق. تمام. فقال لي انا ببقى في الاستوديو، ما تيجي تقعد معانا يعني تبقى بتساعدني ولا بتعمل معايا حاجات. قعدنا الاسبوعين دول في الاستوديو. طبعا الاسبوعين دول كان فيهم التنسيق بقى بتاع ثانويه عامه اللي انا ما رحتوش، مش فارق لك بقى. لا خلاص بقى راجل لقيت نفسك، لقيت مستقبلك في حته تانية. طب وهو الاسبوعين دول كانوا بايد بقى، يعني كانوا شغل؟ ما هم انا ما كنتش فاهم وما كنتش عايز افهم. انت يعني رايح ساعتها كانت لسه كفايه ان انا رايح. واخد بالك. تمام. خلصنا الكلام ده، خلصنا الاسبوعين. المهندس محمد الصاوي اداني مكافاه 200 جنيه. اوكي. طبعا كنت فرحان قوي، بتعمل اللي بتحبه وخدت فلوس. ده حاجه كانت غريبه جدا بالنسبه لي يعني.
وبعد كده قام قايل لي بقى تعالى اتثبت معانا اشتغل معانا بقى خلاص. ومن ساعتها بقى انا اول يوم رحت هشام مظهر عمل لي حاجه شبه الحلم كده، واخد بالك؟ لقيته جايب لي شويه فولدرز كتيره كده بورق كتير مكتوب عليهم اوتو كروس اوتو كروس اوتو كروس اوتو كروس، وقام مسلمهم لي وقال لي ده البيبي بتاعك. فانا يعني اكشلي ما كانش في اوتو كروس، استنى سوري انا نطيت حته. يعني هو كان هو الاوتو كروس ابتدى وانت جوه معاهم يعني لحد اللحظه دي كان لسه كريزي كار. ما هو الفكره في ايه هاو ايفر، يعني عشان نخلص بس من الحته دي، فهو سلمني السباق تمام. واخد بالك، وعملوا تايتل جديد كده في الشركه اسمه ريسنج ديبارتمنت مانجر، وعملوا لي كارت مكتوب عليه ريسنج ديبارتمنت اللي أنا فيها لوحدي يعني. انت مدير نفسك والمكتب والاوضه بتاعتك، فاهم؟ ايوه ما تهزرش. انا جامد قوي. بس فكره الاسم هو في الاول كان اسمه سباق العربه الطائشه. تمام. شويه كده لما الموضوع ابتدى يتعرف شويه، يعني انت في الاول حاجه جديده فما حدش بيتكلم، ما حدش بيعمل لك مشاكل يعني. انما لما الموضوع ابتدى يتعرف شويه فطائشه دي خطر. ابتدى بقى ايه الطائشه والمش عارف ايه والتريقه والجو ده. فاحنا جينا عند السباق نمره 11 وقررنا ان احنا مش هنقول سباق العربه الطائشه، هنقول كريزي كار ريس. تمام. يعني هي بس ترجمتوها يعني هي كده كده مترجمه، كانت موجوده على بس مش هتستخدموا كلمه طائشه في مش هنستخدم كلمه طائشه. هو ده كان الهدف، ان احنا ما نستخدمش كلمه طائشه. السباق نمره 11 كان اسمه كريزي كار ريس. السباق نمره 12 كان اسمه CCR 12/ERC تمام. Egyptian Racing Championship. تمام. فخلاص بقى يعني هنخرج بقى من فكره ان انت طايش او ان انت كريزي او ان انت اي حاجه. انا حافظ بس واقفه في الحته دي. هو ناصر ابو هيف ابتدى من الاول خالص من قبل كريزي كار، ولا دخل على كريزي كار في النص؟ ابتدى ايه يعني ابتدى السباقات من اولها خالص. لان يعني انا فاكر انا فاكر ان ناصر قال الباشمهندس صاوي يعني هو اللي شجعه على الفكره او حاجه زي كده. هو ناصر حضر تاني سباق يعني سباق. هو ما ساقش في اول سباق. بس من تاني سباق ناصر كان موجود. يعني هو كان موجود في كل ده بيسابق. تمام. اوكي. نكمل بقى عادي من مطرح ما احنا كنا واقفين. اللي هو انهي واحد بقى؟ اللي هو احنا وصلنا لحد CCR بالظبط، بطولة مصر. فسباق نمرة 12 اللي هو كان اخر 92. تمام. كان اسمه CCR 12/ERC. تمام. ومن اول سنة 93 بقى اسمها Egyptian Racing Championship. تمام. من اول 95 كم جولة بقى في السنة؟ لحد 94 كانوا 4 جولات، وبعد كده بقوا 3. تمام. ده اللي هو النظام اللي انا عرفته اول ما ابتديت اشوف الدنيا على الاوتو كروس، كانوا 3 بقى خلاص. كانوا 3 ماشي. ومن سنة 95 بقى اسمه اوتو كروس. اوتو كروس ده اصلا هو في ناس هي الكلمة من كتر ما الناس ارتبطت عندهم انها لها علاقه بالسباقات، بقت اي حاجه بتحصل جوه العرق اوتو كروس. يعني في الشارع بقى يعني لو في واحد بيجري في الشارع بيعمل اوتو كروس. كانوا عاملين اوتو كروس امبارح في الشيراتون. ايوه يا بالظبط. واقعد اقول للناس يا جدعان ده مش اوتو كروس، لا اوتو كروس، ويحلف بقى، فاهم؟ يحلف. انا كان بيتقال كده، دخلت في مناقشه مع حد يعني. وانت شخصيا انا شخصيا بقول له يعني يا حبيبي يعني اوتو كروس ايه؟ هو اوتو كروس انت بس مش فاهم، انت مش عارف يعني ايه اوتو كروس. انا مش فاهم، واخد بالي. فاهم. بس وخلاص بقى كده الدنيا مش كل ده انت شغال معاهم في التنظيم وماشي معاهم. اكشلي يعني كمان ERC دي كانت فكرتي انا. Egyptian Racing Championship ده كان الاسم اللي انا مطلعه. اوتو كروس هو فكرتي برضو. اوتو كروس ده نوع سباقات كمان يعني في بره اوتو كروس تاني غير. واللوجو بتاع الاوتو كروس انا اللي مش عامله، بس ناقشه من حته بس. تمام يعني، واخد بالك. بص بقى انا بقول لك يعني عندنا حدوته طويله معاك. وبعد كده ابتدينا من 97 بقى نشتغل من غير ستوب ووتش. جبنا بقى تايمينج سيستم. هو الاول كنتوا بتشتغلوا اللي هو يلا 1 2 3 دوس بالظبط، وتروح موقف ومعدي بالظبط كده. بعد كده بقى خلاص بقى وصلنا لمرحله اللي هو لا خلاص بقى اشترينا تايمينج سيستم، ابتدينا نشتغل بيه، ابتدينا نطوره على مدار السنين، بقى حاجه ظريفه قوي في الاخر يعني. لا عشان الحق احكي حاجات كتير ليها علاقه بيك، عشان عارف الحكاوي كتير. عايز اروح بقى للحته بتاعت امتى شادي بقى متسابق. هو شادي طبعا طول عمره كان هيموت يعني ما ده مفهوم طبعا. انت الموضوع بياكلك في دمك جدا. كان هيموت 94. ايه ده يا راجل؟ يعني انت ما ده انا فاكر انك ابتديت يعني متاخر شويه عن كده. لا كانت في عربيه جت في 94؟ لا ما كانش في عربيه جت، بس هشام مظهر حبيبي يتبنانيش صحابه
كانوا بيظبطوني بعربيات، هم عندهم عربيات يعني معرض حاجات كده، فكانوا هو بيجي يخشوا السباق فنشوف لشادي عربيه، انا ووليد نزلنا بعربيه مره. روح حلو قوي وليد امير. روح حلو قوي قوي. فابتديت اسابق من 94 ستارلت مينلي. اول سباق نزلت خلاص كان بعربيه نيسان صني، كانت صني اللي هي بتاعت زمان اللي شكلها بوكسي شويه كده، وطلعت تقريبا سابق اوفرول في الاخر. يا اول سباق. معلش بس عشان الحته دي، اول مره سوقت عربيه بقى اصلا القصه بتاعت 127. لا ما انا عايزين نعرف انت اول مره سوقت ازاي قبل السباقات. اول مره سوقت كنت هعمل حادثه يعني احكي لنا، يعني انت اصحابك كانوا فاكرين ايه وانت، يعني انا عايز اسمع القصه دي. هو هتقول اصل هحكيها انا ما انا المايك قدامي هقول انا. طيب هو يعني عشان ما نخشش في تفاصيل كتير، كان في واحد كده مجنون راكب عربيه تشاريد قديمه بيقعد يجري تحت البيت عندي وفي المنطقه اللي انا ساكن فيها يعني، وانا ما كنتش طايقه بقى، يعني اللي هو ازاي حد يجي يقعد يتطاول ويجري. حتتنا فاهم انت. حتتنا الكلام ده واحنا صغيرين قوي يعني، قبل بقى القصه بتاعت السباقات والكلام ده كله. فمره واحد صاحبي عدى عليا بعربيه بتاعت عمه او خاله حاجه كده، عربيه 127 3 بيبان، وانا العربيه دي بحبها قوي، فقلت له ايه ده العربيه دي بحبها قوي. ليه كانت التوب ولا كانت العاديه؟ لا مش توب، العاديه النصر. فقال لي ايه ده عايز تسوق يعني؟ فانا طبعا يعني الكلمه كنت عمرك ما سوقت؟ لا بس انت طبعا قدامهم مالك الفهم بقى. ما انا فاهم اسوق ازاي، انا عمري ما سوقت بس انا عارف اسوق ازاي يعني. تمام. انا عارف عارف الدبرياج والبنزين والفرامل، عارف على الورق اسوق ازاي. فاول ما قال لي كده قلت له هسوق. ما ترددت يعني مش فاهم ازاي الواحد كان بيجيب قلب اللي هو انك انت تتحط في حته زي دي، انت متاكد 100% ان انت هتعمل كارثه بالظبط وبتروح برضو يعني انا لو انا اتحطيت في الموقف ده دلوقتي مستحيل هقول هسوق. anyways طلعت اسوق العربيه، لقيت بقى اخينا ابو تشاريد ده تعالى فبس اول مره اصلا تسوق. بس الواد ده مش هسيبه. طيب ودورت وحطيت اولاني وطلعت ومشيت بنعومه، مفيش رجرجه ولا تقطيع. لا تمام ماشي. فطبعا شفت اخينا ابو تشاريد ده كان واقف عند الكشك بيشتري حاجه وبعد كده طلع على صلاح سالم، فطلعت بقى اجري وراه. على لي بقى فهو قدام كده، تعرفش انا مين ياض؟ عمال اجري وراه وبعدين مش لاحقه. فايامها ما كانش فيه لسه الكباري الجديده والحاجات يعني، ده زمان قوي كان كل ده تقاطعات، ما كانش فيه حاجه معديه من فوق يعني. فكنا بنعدي هي الحته بتاعت شيراتون، بتاعت الشارع اللي اسمه لطفي السيد تقريبا، وبعد كده بنلف كده ونرجع تاني. فهو بقى كان بيلف وبيرجع، فانا لحقته بقى اخيرا في الملف عشان هدى بقى في تيرن وبتاع وخارج هو بالراحه كده، فانا قمت خارج من يمين ودايس بقى بنزين على الاخر وخلاص بقى انا مسكت قدام، فهو مش انت بالنسبه لك انت كده النصر بقى، هو مش هيجيبني خلاص. فانا اكتشفت بقى الحقيقه المره ان هو ما كانش بيجري لما احنا كنا جايين وانا عمال اجري وراه، هو ما كانش بيجري. بس عدت على خير. لا هي ما عدتش، هي الحمد لله بعد كده يعني. هو بقى بعد ما انا عديت منه هو جه واختفى قدام، وانا عمال اجري وراه هو مختفي بقى، انا ما اعرفش هو راح فين. طبعا ادرينالين بقى وغل بقى وبتاع، والعربيه راحت بقى، ويعني عارف انت اللي هي الحركه بتاعت الاوفر بالانس دي، الاوفر كوركشن تعمل كده تروح كسر قوي شمال فتروح رايحه تاني اكتر زياده. بس الحمد لله والعربيه رجعت لصاحبها سليمه دي كانت بدايتك. ومش دي ما كانتش بدايه، لا بدايه سواقه يعني اول مره تمسك طاره وتمشي. الحمد لله. نرجع بقى لقصه السباقات تاني. انت بقى كنت، لا انا بقول نقفل البودكاست بقى على كده عشان يعني هي القصه دي كفايه. لا ازاي ده احنا لسه ده عندنا كتير، ده احنا لسه كل ده ما تطرقناش اللي انا عايز اوصل له اصلا. رحت انت بقى نرجع بقى لقصه السباقات. ابتدينا 94 طلعت سابع اول مره. طلعت سابع اول مره وما شفتش بقى تاني السابع شفت حاجه تاني. طبعا انت اول احساسك انك لما جبت سبعة قلت انا سباقين كمان وهبقى اول. هو الحقيقه ما قلتش كده، لان انا اخر تراك سوقته يعني التراك الثالث اللي سوقته يوم ما طلعت سابع ده كنت سايق وحشه، كنت سايق وحش بجد يعني، خبطت في الرصيف وبتاع وحاجات كده. فما كنتش اللي هو خارج من السباق لا انا جامد، لا انا مش جامد ولا حاجه، انا عامل حادثه، اعتبر عامل حادثه يعني. بس هي الفكره ان هو كنا بنعمل حاجه اسمها فري ستايل، وادوني عربيه تانية بقى، ادوني عربيه سويفت
كان تقريبا مصطفى شوكة. تعرف مصطفى عاطف؟ لا. اوكي، هو من مصر الجديده فانت غالبا مش عارفه. مصطفى كان معاه العربيه دي وادهاني عشان انزل بيها الفري ستايل، وكسبت الفري ستايل ده اكشلي. يا راجل. فيعني حتى المهندس عبد المنعم الصاوي كان بيقول لي يعني انا كسبت كذا فري ستايل. فهو يعني انا ما كنتش بعرف اكسب سباقات، بس كنت انزل الفري ستايل اكسبه. الفري ستايل ده عباره عن ايه؟ هاند بريكس وخمسات وحاجات كده وبتاع. ريفرسايه فهو كان بيقول لي انت رقاصه يعني انت يعني انت مش عارف تكسب في السباق العادي، بس بتيجي في الحته اللي فيها بقى انت لا مؤاخذه. ايوه كده. فما كنتش قادر اقول ان انا جامد ولا حاجه، خصوصا ان انا كل السباقات اللي انا نزلتها بعد كده كانت ضعيفه بقى، ما كانش مش عارف تجيب حتى توب 10 في التوب 10 لا خالص. لا لا خالص، ما كنتش عارف اجيب حاجه يعني. تمام. اوكي. ابتدت بقى الدنيا تبان سنه مثلا 95 يمكن 96 حاجه كده. انت في سنه خدت فيها اول اوفرول؟ 99. ايوه بالظبط. ما هي الفكره ان انا قعدت من 94 ل 99 لحد ما عرفت اكسب السباق مره. تمام. واخد بالك؟ في الفتره بقى اللي قبل 99 دي كنت كان عندي العربيه السيفيك كنت بنزل بيها. سيفيك الكحلي. تمام. كانش فيها هاند بريك فكانت بتعمل لي ساعات مشاكل. وبعد كده كنت بنزل بلانسيا الديدرا بتاعت المهندس محمد. وبعد كده بقى المهندس محمد شخصيا بيديك عربيته تنزل بيها السباق. ايوه انت فاهم انت وصلت لفين. انا عاجبني انا بحكي ليه عشان نشوف التدرج وصل ازاي يعني. بص ماشي، انت رايح الاول تتفرج على سباق ومفتح عينيك ومفتح بقك ومبرق ومش مصدق خالص، وبعدين ابتديت تقف معاهم جوه البارك فرمي وتكتب اسامي. بعد شويه اشتغلت جوه الشركه، بعد شويه ابتديت تسابق، بعد كده صاحب الشركه اداك عربيته تسابق بيها. فاهم يعني؟ بص التدرج ماشي ازاي. عشان كده انت اول حاجه قلتها لك انا اعتبر محظوظ يعني. كان في حظ، عامل حظ كبير قوي دخل في المسيره اللي انت بتتكلم فيها دي. او بص هو الحظ ان انت في الاول خدوك معاهم في عالميه وادوك الفرصه ان انت تبقى واقف جوه. دي اللي انا شايفه حظ في الموضوع. لكن اللي كمل بعد كده ده كان بناء على الناس دي شايفه فيك حاجه. كانوا شايفين فيك ده فعلا الباشن عنده كبيره، ده فعلا الداتا اللي بيسجلها ده دقيق جدا، ده فعلا لما بنقول له عايزين شويه داتا عن الرالي وبتاع بيجيب داتا بجد ما بيهزرش. فدي حاجات بقى مالهاش دعوه بالحظ، هي ليها علاقه او ممكن تكون اكتر ما هي حظ في الحته دي. نوعيه الناس، الكواليتي بتاعت الناس دي كانت كويسه قوي. ده طبعا حاجه تانية. هو ده يعني ده جزء دي ده شكل تاني من اشكال الحظ، ان ربنا موقع لك ناس بالظبط. واخد بالك؟ وقعدت انت بقى تسابق في كروس وصلت بقى يعني ايه لحتتين بقى، يعني مرحلتين كده. اول مرحله كان اسمها ايه، انت دايما الستيج الاولانيه بتاعت اوتو كروس بيبقى عربيتين جنب بعض. تمام. فانا وصلت لمرحله ان انا كنت دايما بكسب اللي جنبي. تمام. فدي بالنسبه لي كانت حاجه مشجعه جدا. ان انا بغض النظر مين اللي جاي جنبي، بس طبعا اللي جنبي مش ال10 الاوائل يعني. انا كنت دايما رقم 71 اللي هو الرقم بتاعي اللي انا بحبه ده. فكنت بدخل مع ناس يعني مش رانكت في ال10 20 الاوائل. تمام. بس الفكره ان انا كنت دايما بكسبهم بغض النظر انا راكب عربيه شكلها ايه. فانا كنت بكسب اللي جنبي. فده كان انديكيشن ان انا ماشي في اتجاه صح، مظبوط شويه. اوكي. الحاجه التانية ان انا ابتديت اخد بوديومز كاتيجوري، وبعد كده ابتديت اخد اول كاتيجوري. فده برضو كان حاجه تانية اسمها ان انت برضو طالع بشكل او السهم بتاعك طالع بتتطور. اوكي تمام. ابتدت بقى الدنيا تظبط شويه مره لما ركبت كولت. كنت اول مره بقى اركب كولت. اوكي زيتي. والعربيه دي ابتدت تحطني في حته بقى اللي هو ايه، في الستة الاوائل، في الخمسة الاوائل. اول كاتيجوري حاجات كده. في اللحظه دي ابتديت تفهم ان انت كان ناقصك عربيه احسن شويه. ما جاتش في دماغي كده خالص. يمكن كان الفكر نفسه مش ما يجيبش حاجه زي دي. تمام. واخد بالك؟ هي الفكره ان العربيه كانت حلوه. انا من اول ما سوقت العربيه دي انا حسيت ان الهاندلنج بتاعها يعني مختلف شويه عن اي حاجه انا سوقتها قبل كده. فلما ابتديت ادخل بيها السباق العربيه بقت بتأدي جوه السباق. يوم ما ركبت فيها جنود وكاوتش 15 R1 كانوا نسيت اسمهم. 15 ساعه دي كانت امله كبيره قوي. 195 50 ده كان اشهر، ده كان بتاع الناس الجامده. 195 195 50 15 بيريلي P0.
فانا اساسا لما جبت الكاوتش ده انا ما كنتش مصدق نفسي، يعني الكاوتش ده بيركب في البورشات والفيراريز وانا مركبه في عربيه كولت، يعني ايامها كانت هي دي طفره بنت الفردة لذينه. واخد طفره. بالك؟ ف ف يوم ما ركبت الجنود دي تاني يوم على طول كان في سباق وجبت المركز الخامس. هو ده بقى اول مره ابتدي اعمل تحط بقى ترتيبات تحط عالي قوي كده. بقى خلاص. واخد بالك؟ ده كان في 98. فاضل لك مركزين وبوديوم. ده كان في اول 98. تمام. اوكي. واول 99 كسبت مركز اول. فهي جت هنا بقى، فهي بالكولت برضه. بالكولت دي نفسها. قصه الاوتو كروس هتطول، وانا عايز اروح بيك للي بعد كده. اوكي. فانا عارف ان انت يعني انت دورك كان في الاوتو كروس كان كبير جدا، لان انا كنت بشوفك انا كنت لسه صغير شويه، فكنت بشوفك من بره واقف معاهم عند باشمهندس محمد الصاوي في التنظيم، وفي نفس الوقت تيجي دورك اشوفك طالع تجري على بره رايح تاخد العربيه وتنزل تسابق بيها وانت تخلص وترجع تقف معاهم تاني. فتحس ان انت يعني جوه الاوتو كروس كده ايه، يعني شغال بكل اللي تقدر عليه من قوه. انا هسابق وهنظم وبعدين وبعدين همنتج كمان يعني بالليل امنتج. بالظبط. بتمنتج. كنا لسه بنتكلم قبل أيوة. قبل القعده على الفيديوهات بتاعت زمان والبتاع. طلعت انت من المرحله دي بقى في مرحله مش عايز اروح على طول لمرحله التنظيم، عايز اروح للحته بتاعت شادي اسامه والكارتنج. وحجم شادي في الكارتنج وسفره بره وبطولاته اللي عملها بره. قصه الكارتنج دي ابتدت ازاي؟ يعني انت كنت جوه العربيات هنا خلاص فهمنا الحدوته دي جت منين، مع ان احنا ما خلصناش، حدوته كبيره بس عايز اروح عشان الحق اكمل. انت الكارتنج حصل ايه في الكارتنج معاك؟ هي فكره الكارتنج الحقيقه كانت غريبه قوي، لان انا في الاول بشكل او باخر كنت رافض. كنت ايه مستعيله مثلا؟ لا خالص. بس هي الفكره انه سنه 96 مش عارف انت تعرف شريف الثقاف ولا لا؟ اعرفه اسما. اوكي. هو اللي دخل الكارتنج مصر في 96. تمام. عمل التراك في الجونه في مطار الجونه غير التراك اللي موجود دلوقتي. هو 96 كانت الجونه موجوده؟ فعمل تراك بيستخدم، عارف انت البويز الفلوتنج بويز الزرق دول اللي بيبقوا في يوجوالي بيبقوا في البحر الاحمر لما انت بتبقى داخل البحر. في مكعبات سودة كده زرقاء بتعدي عليها كده. هم اللي بيعملوا عرفتهم. بيها. اوكي. جاب دول كتير منهم وعمل بيهم تراك في الجونه ولما في المطار. ولما كان بيبقى في طياره نازله كانوا بيفكوا التراك ويركبوه تاني بعد ما الطياره تمشي. طيب كانت حاجه سهله قوي يا اخي في المطار كده وبتاع. ف يوم افتتاح السباق ده في ناس كتير قوي راحت، انا ما روحتش. وبعد كده بقى في التراك بتاع الجيرو لاند في العبور. وابتدوا بقى الناس يروحوا ويسوقوا، ناس بقى زي هيثم فاروق وزي عمرو المسيدي وزي احمد غانم وزي ايمن مرزوق. انا ما اعرفش منهم في الحقيقه غير ايمن واحمد غانم. اوكي. يعني دول اللي قابلتهم، الاسامي كلها معروفه. هيثم فاروق اللي هو صاحب بلاكي. يبقى قابلته مره. اوكي. نتسحر مع بعض. ايوه صح. الناس دي كانوا ابتدوا بقى خلاص. تمام. وابتدوا بيروحوا التراك كتير وبيسوقوا وبتاع حاجات كده. وانا كل ده ما رحتوش، لا رحت الاوبننج بتاع الجونه ولا رحت اتدرب في التراك واسوق ولا اي حاجه ولا اي حاجه. فابتدى الموضوع يبعد عني لحد ما انا ابتديت اعتبره مش موجود بقى خلاص. تمام. بس فجينا بقى سنه 2003 عالميه بالتعاون مع التراكات اللي كانت في البلد. كان في بقى ايامها تراكات كتيره، كان في حاجه بتاعت 7 تراكات في بس مصر. كنت تحسهم كلهم كده ماشيين بكونسبت الملاهي يعني. جزء منهم. جزء منهم طبعا. فاتفقنا ان احنا هنعمل بطوله كارتينج. تمام. سميناها ايجي كارت. تمام. فخلاص كده انا غصب عني بقى، لا خلاص يعني بقيت انفولفد في الموضوع بقى يعني انا لازم اسوق كده خلاص. فابتديت اروح اتدرب شويه، كنت بتدرب مع احمد زيدان بالذات، يعني هريدي هو فظيع في الكارتينج. فظيع. هو كان اوريدي بقى بيسوق كتير وكان ساق روتكس وحاجات كده قبل البطوله دي. مره من المرات واحنا بنتدرب مع بعض كسرنا الريكورد بتاع التراك. تمام. وجبنا نفس التايم انتوا الاثنين في نفس اللفه. يا نهار، انتوا كنتوا جنب بعض بقى؟ يعني هو ما كناش جنب بعض، هو بيبقى اسرع مني في حته في التراك وانا ببقى اسرع منه في حته، بس هي الفكره ان احنا في نفس اللفه جبنا نفس الزمن اللي هو احسن زمن في التراك. فاللي هو طب خلاص لا تعالى احنا تيم خلاص. واخد بالك؟ فشويه كده ما كان التيم ما كانش ليه اسم. اوكي.
فاحنا كنا بنتريق دايما، كان دايما يقول لي دير تيم ميت، وانا اقول له دير تيم ميت اكنك بتكتب مش عارفين التيم ايه اساسا. ماشي. فاحنا قررنا نسميه دي تي امز، عشان دير وتيم وميت، فاهم؟ مم. ودي تي امز دي كنا بنكتبها دي اي تي اي امز اي ام زد زد زد، اوكي فاهم؟ فده طلع الفريق بتاعنا وهريد من ساعتها يعني. ابتدينا البطولة. أول سباق اتعمل في البطولة كان في جيرولاند. أيمن مرزوق سابنا من الأول خالص وباعت خالص، وقعدت أنا وهريدي في فايت طول السباق، وأنا اللي كسبت الفايت دي في الآخر. كسبت من هريدي. لكن اللي ايمن هو كسب السباق. وانا طلعت في المركز الثاني. فطبعا ان انا اطلع قدام هريدي بغض النظر هو المركز كام، هريدي ده التنين بتاع الكارتينج، واخد بالك؟ يعني فبالنسبه لي كانت حاجه انتصار فعلا. كنت اصلا جاي متاخر عنهم شويه وحاجات كده، فكانت حاجه غريبه. هريدي مرعب عموما يعني انا فظيع في السباق ده. انا كنت في حته معينه وهو ورايا بفرق معين، انا اول ما لمحته هو ابتدى يقرب خلاص، عشان انا بس شفته. يعني انا خلاص انا نفسيا اعصابك تعبت. هو هيسبق. ابتديت تنهار فاهم؟ البعبع جاي لحد ما هو جه جنبي. حتى في حته مشهوره بقى كده ان كان في هيربن في التراك يو تيرن كده، كان دايما هو يجي يقوم خاطفه من الضيق، فانا اسيبه يخطفه من الضيق وانا اخده بلاين مظبوط او جايبه تاني، واخد بالك؟ فاتعملنا اخر 4 لفات عملناها 4 مرات الحركه دي، وفي الاخر انا اللي كسبت. ف من هنا بقى ابتدينا ايه، لا الكارتينج ده دخل في حته جد، شكلي بعرف اسوق. ده حته جد بقى. فابتديت اركز قوي مع الكارتينج جدا. كسبت اول بطوله عملناها في مصر. تمام. من غير مكسب ولا سباق، يعني بعدد البوينتس. بعدد البوينتس بالكونسيستنسي، يعني ان انا دايما كنت على البوديوم. كسبت اول بطوله. تمام. اول بطوله دي اهلتني لايه بقى؟ لبطوله العالم اللي اتعملت هنا الروتكس في شرم الشيخ سنه يناير 2004. تمام. فده كان اول احتكاك ليا بالبروفيشنال كارتينج، اول مره اسوق بروفيشنال كارتينج. عربيات بقى اسرع واقوى وبطوله عالم بقى. اتعلمت كتير قوي. كان معايا انستراكتور انجليزي من ويلش اسمه لويس. علمنا حاجات كتيره قوي 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 في الموضوع ده. مدحت بدوي كان ليه دخل كبير قوي 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 في وقت التدريب بتاعنا، لان مدحت كان عنده عربيتين روتكس. فقبل ما توصل عربيات البطوله كان مدحت مدينا على العربيتين بيمرنك انا تتدرب عليها. انا وهريدي، انا وهريدي كنا داخلين مع بعض. وبعد كده جت البطوله. نزلتوا؟ لا طبعا نزلنا البطوله ما عملناش حاجه قوي. هو لحد دلوقتي الحقيقه المصريين لما بيروحوا بطولات كارتينج بيطلعوا بتمثيل مشرف بس. يمثلوا على مين ازاي يعني؟ على بعض. ما هو لا ايه السبب يعني تبقوا جامدين كده وتطلعوا بره؟ ايه اللي يحصل؟ لا انت جامد عشان انت هنا جامد. اوكي، انت لما بتطلع بره لو عندك التالنت بتبقى محتاج التالنت دي حد يمسكها يلمعها. تمام. محتاج حد يعمل لك سيت اب كويس في العربيه، محتاج حد يظبط لك الموتور يخلي الموتور ده سريع، محتاج حد يقول لك تسوق ازاي على التراك الفلاني او تسوق ازاي مع الناس دي. اوكي. والكلام ده انت بتتكلم في ناس بتسابق 52 اسبوع في السنه. ما بيشيلوش رجليهم، فانت رايسين طول الوقت. ما ينفعش تبقى بقالك 3 اشهر وتتدرب وعايز تنافسهم، واخد بالك؟ مفهوم. حتى لو انت بقالك سنه بتتدرب. فاحنا حجم البروفيشنال كارتينج عندنا لحد دلوقتي يعني انت بتتكلم في ان كبيرك بيبقى 12 واحد على الجريد. انت اول حاجه كده بتعملها لما بتطلع بره بتسابق 36 واحد على الجريد. صعبه كبيره قوي، واخد بالك؟ فطبعا يعني الموضوع مختلف شويه على فكره. بس ده شبه معظم الرياضات. يعني لو فكرت يعني مش معظم الرياضات، احنا عندنا حاجات بس الفردي عندنا متميز. يعني انا بلاحظ ان الفردي عندنا هتلاقيه متميز، لكن مثلا لعيبه الكوره بتوعنا بيبقوا هنا في الفرق قويه جدا، لما بيطلعوا يحطوا في الفرق بره او بيطلعوا يلعبوا ماتشات بره بيحصل عندهم حاجه شبه اللي انت بتقولها دي. اوكي. وبرضه بيرجعوا برضه يقولوا نفس الكلام هناك. الاهتمام، التنظيم، التدريب، الاكل، كل حاجه معمول لها بلان وواحد مسؤول عنها. هي حاجه شبه كده. لكن الرياضات الفرديه يعني زي مثلا بيج رامي مثلا، يعني خلاص خد بطوله العالم. بتوع السكواش مشهورين قوي عندنا، واحد لوحده بيطلع بتبقى العمليه تمام. الحاجات بقى اللي فيها ناس كتير دي بتبقى صعبه. هي الفكره انك انت هنا انت ما عندكش احتكاك كفايه يأهلك لانك انت تطلع تسابق 40 واحد على التراك. مفهوم. دي كانت المشاركه يعني دي اول مشاركه دوليه. شاركت كام مشاركه دوليه بقى توتال؟ لا توتال كانوا هم 2. هي دي واحده منهم. وواحده في 2017.
تمام. انا دلوقتي يعني انا كسبت بطوله الجمهوريه للكارتينج 3 مرات، منهم مرتين سافرت فيهم، او يعني مرتين نافست فيهم دوليا كتمثيل لمصر يعني بعد البطوله اللي كسبتها. ده شادي المتسابق. شادي بقى لما جه ينظم، شادي عمل الاول سباق سبيد، وبعد كده عمل اول سباق دريفت كان محلي، تمام، صناعه بلدي مننا فينا. أيوة. كده سباقات السبيد مش هنتكلم فيها كتير، لان احنا سباقات السبيد شفناها اوريدي كتير ونسبيا هي تحس الموضوع ملموم. انا هقدر اعمل سباق سبيد لو عندي السبيس والعربيات، ناس تيجي بعربياتها العاديه والدنيا هتقوم. EDC بقى ده سباق الدريفت بتاعك. اوكي. طلع سنه كام؟ طلع 2014 2015 2014 2015. جات لك بقى الدفعه والجرأه ان انا هعمل سباق بالحجم ده ازاي كمنظم بقى؟ يعني انا دلوقتي بتكلم، خلصت شادي الصغير اللي بيحب العربيات، وابتدى ازاي شادي بعد ما وصل نبقى متسابق، سابق سباقات عامله ازاي، وعمل ايه فوتوكروس، وعمل ايه بعد كده شادي لما اتجه للتنظيم. ايه بقى النقطه دي اللي حولتك من متسابق لمنظم بقى؟ هو البودكاست ده واخد يعني صبغه جديه قوي كده. يعني انا كنت متخيل ان احنا هنقعد وهقعد بقى اشتغلك واسف عليك يعني ليه رايح انت في عشان انا جامد. ايه الجموديه في اللي انت مسيطر عليك في البودكاست، وخليك تحكي لنا. لنا. انت مش مسيطر عليا، انت عمال تسال اسئله مالهاش علاقه، مش سايبني براحتي يعني. انا عايزك تحكي لنا يا عم، عايزين نعرف الحكايه. استغفر الله العظيم. انا عارف الحكايه، ما انت مش فاهم هي الفكره في ايه. ايوه، فكره انا بجيب ناس زي سعادتك كده حققوا قدر كبير من الخطوات. بص انت تاني راجع برضو بتتكلم كلام اللي أيوة هو مجعلص. ايوه، ما انا بشرح لك الفكره دلوقتي، انت عامل حاجات. انت بص، انت جاي بتشرح لي الفكره بعد ما دخلنا في البودكاست بنص ساعه. بص بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي بقى، عشان انت الكلام الكبير مش عاجبك. انت راجل شقي وعملت شويه حركات عايزين نحكيها للناس، فاهم؟ لان في ناس عملت حاجات شقيه زيك كده ما خدتش حقها كفايه من الاخر من الضوء، فاهم؟ فاحنا هو الفكره في إيه؟ ماشي، انا يعني على عيني وراسي اللي انت بتقوله ده كله، بس الفكره ان انا مش عايز اطير بودكاست. يعني حاسس ان انا طيرت فرصه ضخمه جدا 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 ان انا اروق عليك. ما الحمد لله، ده كده المطلوب. وانت فاكرني اقعد قدامك كده واسيبك تروق عليا عادي؟ انا مش متفق معاك في الاول تديني برستيج شويه يعني ماشي، بس مش الدرجه دي. مش باحترامك قوي كده. انا ما مرمطتكش زي ما انا نفسي، انا عايز امرمطك، فاهم؟ طيب معلش تعال على نفسك. بص بعد ما نخلص ان شاء الله ننزل على القهوه تحت، مرمط زي ما انت عايز. يعني ماشي. التنظيم EDC اوكي. الكار بارك دريفت ابتدى في الشرق الاوسط في لبنان مينلي سنه 2018. اوكي 2008 سوري. طيب طبعا. وجالنا مصر في 10 جالنا في 2010. جالنا 11 والله 11 ماشي اوكي. يعني ما اختلفش لما كان في مارينا. تمام اوكي. ف شويه كده الموضوع ابتدى ياخد حجم كبير بشكل مرعب. واكتشفنا ان احنا عندنا تالنتس رهيبه، ورامي سافر واولموست كسب، وحاجه كسب البطوله الشرق اوسطيه تعتبر يعني لما سافر. لما كسب هنا من المحليه وطلع جاب تاني تقريبا. جاب تاني انا فاكر. فلا حجم الموضوع ابتدى يكبر بكتير. عندنا سواقين، ابتدى يبقى عندنا عربيات، ابتدى يبقى عندنا دريفت سين في البلد يعني. وواضح ان هي دي الموضة الجديدة اللي الناس بتحبها. فنادي السيارات قال عايزين نعمل بطولة مكونة من 6 جولات تبقى بطولة محلية. تمام. 6 جولات في السنة. ده كتير. هي دي كانت البلان. كلفوني انا بالموضوع ده، وانا اول حاجه عملتها ان احنا لو هنعمل حاجه اسمها بطوله دريفت. مش اول حاجه بس اتفضل. كلفوك بالموضوع ده. بص بقى، هي الحدوته. انا ليه بحكي الحدوته؟ عشان شادي اللي كان قاعد ماسك المجله بتاعت سبور اوتو، نادي السيارات بعد سنين معينه كلفه يعمل اول بطوله دريفت محليه. بص هي دي الحدوته بقى. ايوه هي دي الحدوته. بص من واحد قاعد انا متخيلك فاهم ايه، فارش المجلات حواليك وقاعد على الارض، ببقى مخبيها تحت الكنبه عشان او فاتحها جوه الكتاب مثلا. او حاجه بعد عدد معين من السنين نادي السيارات بيقول له
يعني بص هي دي الحدوته انا اوصل لك. كمل بقى. اوكي. فشفت ان حاجه بالحجم ده، يعني حاجه على مستوى اللي انا لسه قايله من شويه، ان الدريفت بقى حجمه ايه عموما في العالم، وبعدين عندنا هنا في مصر شكله ايه، فهي لازم تطلع بالشكل المطلوب. يعني ما ينفعش نبخل عليها بحاجه، ما ينفعش نعملها كاننا بنعمل سباق سرعه، ما ينفعش، يعني لازم شكلها يبقى بالحجم بتاع يرتقي للمشابهين ليها. بالظبط. تمام. ف ابتديت اكلم ناس صحابي موثوق فيهم عندهم استعداد ان احنا يساعدوا. نساعد ونسبورت في الكلام ده. يعني احمد عبد الفتاح طبعا هو اللي كان المحرك الاساسي بتاع الحته بقى بتاعه الفاينانس والكلام ده. ده فته. وقلنا هندخل وهنصرف وربنا يكرمنا، بعد ما نصرف نعرف نجيب بقى حقها. تمام. ودخلنا وعملنا اول جوله. صرفنا. صرفنا. طبعا. نرجع تاني للحته بتاعت لما حد بيخلف حد، خالته بتقول له انت احلى ولد في الدنيا. فحاسب فطبعا بقى لما احلى سباق في الدنيا. لما عملنا كده، ده احسن حاجه في الدنيا، ده احسن حاجه اتعملت، ده اقوى سباق في الشرق الاوسط. انا ما باكلش من الكلام ده يعني، والكلام ده ما بيفرقش معايا، واكشلي ما بحبوش، لان انا ما بحبش ابقى زي ما يكون بتطاول على حد. انا ما ينفعش اقول ان انا سباقي ده احلى سباق في الدنيا، لان في ناس تانية بتعمل سباقات. واخد بالك. فاهمك. فانت ما ينفعش تقول على حاجه انت بتعملها، ولا ينفع تقبل ان حد يقولك دي احسن حاجه في الدنيا unless هي احسن حاجه في الدنيا بجد. تمام. يعني هو ده مبدئي يعني. بس الفكره ان هو ادى اللي انا كنت عايزه. يعني هو كان في شويه اهداف معينه كده، سواء من الشكل ولا من الكومبيتيشن ولا من التنظيم بتاع السباق عموما. وصل للي انا كنت عايزه. تمام. الحمد لله يعني. او انا والمجموعه كلها كنا عايزين. فبس بعد كده بقى عملنا جولتين، وبعد كده حصل لنا مشكله في جوله، ان احنا كان في شويه عراقيل. يعني المهم هي وقفت، واخد بالك، والحمد لله. طب والصرف ما تلمش؟ ما فته قفل بقى. شد الجرار بتاعت يعني الدكان وروح. فته يعني ايه، كويس انه لسه بيكلمني لحد دلوقتي. بس فهي دي قصه EDC. هي كانت يعني ممكن نقول ثمره لحاجه كان ممكن تكبر وتبقى كويسه قوي، بس يعني بس نقدر نقول ان هي كانت محفز او دافع لناس تانية بعد كده. انسبيريشن. بالظبط. انسبيريشن لناس تانية تبتدي ان احنا ابتدينا نعمل حاجات بتاعتنا محليه. بالظبط. كانت دي البدايه. يعني بص احنا دلوقتي عندنا على شادي البيبي الصغنن اللي خالته بتقول عليه، لحد ما وصلنا لشادي اللي عمل اول سباق دريفت بالحجم ده. بمناسبه بقى التالنتس والحاجات دي احنا بنتكلم عليها، لما تقف مع يعني انا ماليش دعوه بيك انت، لما بتكلم مع مثلا سري هيثم سمير، كذا اسم من الاسامي الكبيره يعني، يقول لك في جزء من الحدوته او من الفضل في الحدوته بتاعتي او المستوى او اللي انا وصلت له ده يرجع لشادي أسامة. احساسك بيبقى عامل ازاي لما تسمع حاجه زي دي؟ لما تسمع ان واحد زي رامي سري بالتالنت دي والهيستوري دي والناس بتحبه الحب ده، واحد زي هيثم سمير لحد دلوقتي لسه بيشارك بكل القوه، ويقف يقول لك ده الراجل ده اللي علمني. وانا شفت بعيني الناس دي وهي بتستشيرك. انا عارف ان انت ممكن ما تمنشنش حاجه زي دي، انا بتكلم على اللي انا شفته. الناس دي بتستشيرك قدامي لحد دلوقتي في حاجات هم جوه التراك تريكس وحاجات كده. احساسك بيبقى ايه؟ انا ببقى صراحه مش مصدق نفسي. يعني انا عارف ان انا عندي قدر بشكل او باخر من ان انا بعرف اوصل المعلومه للناس، يعني واخد بالك. ودايما بحب اساعد لما بيبقى عندي حاجه شايف ان انا ممكن افيدك بيها بفيدك بيها. انما لما بتحصل حاجات شبه اللي انت بتقولها دي بقى، هي دي بتبقى شويه صعب عليا كده، ان انا مش بعرف اتقبلها شويه. ده حقيقي. هو انت ازاي بتقول كده؟ يعني حاجات كده، يعني عارف ما انا وحش شويه في accepting credit، واخد بالك. فدي بالنسبه لي بتبقى حاجه ما بصدقهاش شويه. بقى فرحان بقى، بس فخور جدا 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 ان انا ممكن، مش عشان بيتقال عليا كده، لا عشان في نتيجه فعلا واصله لحد انا بحبه عامل كده، وانا كنت جزء منها بشكل او باخر. ف بس انا قريب كان في سباق من السباقات كنا واقفين قبله، وكان هيثم سمير جاي يتدرب
مم. بص بقى، علي اخو هيثم كان واقف بيقول لصاحبه مم. شايف اللي هناك ده بيشاور عليك، مم. ده حكايه، ده حاسب منه ايه بالظبط كده. علي. علي وبعدين بيقول له ايه، استنى هتشوف دلوقتي هيثم هو بيتكلم معاه. بعد شويه راح هيثم جاي واقف معاك فهم ما كانوش باصين، رحت انا نده لهم قلت لهم بصوا اللي كنت بتقول عليه اهو، فاهم؟ هيثم بقى عمال يوصف لك بايده مش عارف ايه وانت تقول له ايه وبتاع. ف انا الكلام ده يعني هم بيقولوه لا اولا هم ثقه في نفسهم، انا دي حاجه بحييهم عليها جدا، ودي حاجه لازم تتاكد انها واقع لان احنا بنشوفه بعينينا وشايفينه منهم. فما شاء الله يعني شادي اسامه كان معاه اجمد ناس في البلد، وجات قالت انا شادي اسامه كان ليه جزء في تدريبي. فدي حاجه يعني انا بص انا بحاول افرش القصه، وانا عارف ان احنا ممكن ما نخلص كلام لان اللي انت عندك كتير قوي والله. ف شادي ابتدى من حبه للعربيات وصولا الى انه طلع من تحت ايده ناس مهمه جدا في البلد، ودلوقتي انت في مرحله تدريب يعني بشوفك دلوقتي انت بتدرب ناس على الكارتنج. حاليا انت مدير اوتوفروم وبتدرب شباب صغيرين على الكارتنج، وبيجوا لك الناس كتير يتدربوا وبتاع. احساس بقى التدريب بتاع ان انت عندك اكاديمي او بتمرن شباب صغيرين للي جاي اتغير عن زمان لما كان الموضوع مش منظم في شكل اكاديمي كده؟ لا، هو اصلا انا بالنسبه لي الهدف كله ان انا اشوف حد سريع، حد بيكسب، حد كان عنده حاجه ناقصه واديتها له، فانا كده مبسوط. فالاحساس نفسه ما بيتغيرش بشكل ان ده شكلها اكاديمي او دي كانت شكلها عشوائيه او احنا واقفين بنهزر مع بعض او بنتكلم مع بعض او بنتكلم في التليفون بنقول النتيجة. بعض حاجات. انا بالنسبه لي النتيجه هي اللي بص على بتبقى النتيجة. مهمه جدا جدا جدا، لان انا بحس ان انا فشلت لما اجي اقول لك معلومه والمعلومه دي ما تفيدكش في حاجه. وصلت او ما وصلتش. لا ما وصلتش، دي قصه تانية. لكن وصلت وما استفدتش منها، دي مشكله بالنسبه لك. مشكله كبيره. طب انت في المشوار ده في الهيستوري دي اكتر فتره عزيزه عليك انهي فتره فيهم؟ هما يعني ممكن نقول، انا مش عارف، مش فاهم السؤال الصراحه. لا يعني الفتره اللي انت كنت بتشارك اوتو كروس بس، ولا الفتره اللي انت ابتديت تبقى منظم فيها، ولا الفتره اللي انت دلوقتي ماسك فيها مدير تراك، ولا وانت بتسابق كمتسابق يعني لا هو احسن حاجه في الدنيا بالنسبه لي هي وانا بسابق وانت جوه العربيه. يعني هي فكره السواقه يعني ما هي اللي ورا كل ده. ما يعني هو كان الدافع بتاع ايوه انك انت تسابق تبقى سريع تهاف فن، والفن ده بيتحول لنتيجه في الاخر. ده بالنسبه لي هو ده اللي بيحركني دايما، يعني انا عايز ابقى سريع، عارف. ف اي حاجه تانية مش فارقه تكسب ولا ما تكسبش، تاخد كاس ولا ما تاخدش كاس، تعمل ايه الكلام ده كله. لا انا لو سوقت وحش وكسبت ما ببقاش مبسوط. انا عارف، فاهم انت. فهي الفكره ان بتطلع ساعات زعلان واحنا مش عارفين انت زعلان ليه. يعني احنا شايفين رقم سريع وانت مالك يا عم في ايه مجنون. لا كنت وحش قوي. عايز ايه طيب ما انت كسبان. لا وحش. فهي الفكره ان هي كلها في السواقه. طول ما انا بسوق انا لسه مبسوط، يعني واخد بالك. فهي دي اللي بتحركني دايما. طيب في وسط الناس اللي طلعوا من تحت ايدك في التدريبات بتاع، مين اكتر شخصيات انت فرحان بيهم؟ بص هو انا معظم الناس يعني كانوا اوريدي سواقين جامدين ومتسابقين جامدين وبيكسبوا، تمام، واخد بالك. فلما جينا نتدرب مع بعض كانت هي مجرد بس شويه معلومات زياده، يعني واخد بالك. طبعا يعني هي ما بتتحسبش كده، هي بتتقاس ما يعني انت حطيت قد ايه مجهود. اوكي، فاول حاجه حصلت كان المجهود اللي اتعمل بيني وبين رامي في فكره ان انا اقنعه انه ما يمشيش بالعرض في السباق. يعني سباقات السرعه. رامي كان عنده مصيبه اسمها ان انا بحب اتزحلق، يعني فتى الشاشه الاول. النيك نيم بتاعه فتى الشاشه الاول. فتى الشاشه الاول ده بيعمل ايه؟ بينزل يمشي بالعرض. طب عايزين نكسب سباقات، من اول ما قلنا كلمه عايزين نكسب سباقات لحد ما وصلنا لمرحله هو رامي كان فيه سباقين يقدر يكسبهم، بس مره خد بينالتي
والمره الثانيه ما اتضرب بنص ثانيه. بس اكشلي بعربيه خلفي ايامها كانت حاجه صعبه شويه. جدا جدا. الخلفي عموما صعب قوي، وريفرسات بقى و360 وحاجات كده، واخد بالك. فاحنا وصلنا لمرحله ان احنا نكسب رامي السباق، واخد بالك. بس هي الفكره من ساعه ما قلنا عايزينك تمشي بوشك لحد ما مجازا انت كسبت السباق، خدنا 6 شهور. 6 شهور شكلهم ايه؟ 6 شهور شكلهم تليفونات بالليل، وبعد الشغل نزول لف بالعربيه، ولما الدنيا تهدى شويه نقعد نجري ونتزحلق ونجرب، واخد بالك. بالظبط. وتلم العربيه بقى من على العربيه السوزوكي الربع نقل وتلف من حواليها وحاجات كده، واخد بالك. 6 شهور. فده كان من اكتر الحاجات اللي خدت مننا احنا الاثنين مجهود يعني، واكتر النتائج اللي انت فرحت بيها في الاخر. اوكي. عندي بعد كده بقى على المراحل المختلفه عندي بارو. سريع جدا. انا مسميه السريع اصلا. سريع. علي يعتبر يعني انا ما شفتش بنت اسرع ولا اجمد منها ولا دوستها بالعنف ده، غير ممكن يكون في اجيال تانية بقى يعني. وحبايبي بقى ايه، عمرو كريم بكري. دول برضه قعدنا مع ولادك بعض. قعدنا مع بعض بقى ايه يعني، دول برضه قعدنا مع بعض يعني. هي الفكره ان انا الخمس اسامي اللي انا قلتهم دول هم دول اكتر حاجه ركزوا معايا فيها، واكتر حاجه خدت وقت، وكلهم واكتر حاجه في الاخر طلعت نتائج حلوه قوي. نتائج حلوه قوي. بص يا شادي، انت يعني من فتره كبيره يعني كان ليبرو، فاكر ليبرو كان عمل لك البتاع ده انا كنت مكسوف قوي. لما كتب لك انت كنت مكسوف بس نبض الرياضه. ايوه. هي يمكن بوستة قديمه بس فعلا والله مش ببالغ. هو في ناس بابا المجال اسامي كتير بتقعد تتقال، بس فعلا يا شادي انت ليك دور اذا كان متشاف او غير متشاف في معظم الاحداث اللي ليها علاقه برياضه المحركات في مصر. يعني حتى لو انت مش مشارك انت ليك دور، يعني بشكل او باخر انت ليك دور. بصمتك موجوده في معظم الحاجات اللي ليها علاقه بالموتور سبورت في مصر. سواقتك، نقلك للمعلومه بمنتهى الحسن. يعني انت شادي انت نفسك لسه قايل انا ببقى مكسوف لما بيجوا يقولوا لي انت علمتنا، او انت ما بتعملش حاجه وانت مستني قصادها مقابل. ما عندكش اي نازع يخليك تحتفظ بكلمه او بمعلومه تقول لا انا هخليها لنفسي عشان اكسب بيها. ما عندكش مشكله تدي اي حد المعلومه دي. دايما فاتح اوبن جدا مع الناس. ف يعني ما شاء الله، يعني انا معجب جدا بالروح اللي عندك اللي انت محتفظ بيها، رغم ان انا عارف ان الحياه قاسيه وبتدي بنيات وبتدي شلاليت وممكن في لحظه تخليك ايه انا مش هبقى كده تاني مع الناس. والناس كتير بيحصل لها كده، مفهوم. بس يعني انت ما شاء الله عليك متمسك جدا بمبادئك اللي انت مقتنع بيها طول الوقت. الدماء هتفر من عيني. لا ما تخليهاش تفر لو سمحت. ما عندناش مناديل كفايه، الانتاج ما جابش مناديل. انا عارف ان القعده معاك ممكن ما تخلص خالص، خاصه بالعلاقه اللي بيني وبينك. هي ممكن ما تخلص فعلا، ممكن نقعد نحكي كده ولا هنخلص. ده احنا اتكلمنا في عربيات بس. تخيل لو اتكلمنا في البنات بقى هنروح فين؟ بص الماء وقف يعني. انت مثلي الاعلى يعني. انا معجب بيك جدا. طيب هو احنا خلصنا الوقت عشان احنا كفايه عليك قوي كده. انت كده يعني. انا بفنش وانا مش عارف افنش. حاسس ان انا لسه في حاجات ما قلتهاش، حاسس ان انت في حاجات لسه ما قلتهاش. لو انت في حاجه عايز تقولها قولها لي. انا الفكره بس انه ممكن يكون في تفصيله وقعت مننا ثرو البتاع ده كله. طب ما مليانه ما شاء الله قوي. هو الاساس بتاع السواقه بقى، واخد بالك. يعني انا دايما بنبسط ان انا بقول ان انا اللي علمت نفسي، وانا اللي قريت، وانا اللي فهمت، وانا اللي اتفرجت، وانا اللي واخد بالك. بس طبعا في شويه علامات في حياتي كده ما ينفعش تمشي. اكبرها واولها واكتر حاجه انفلوينشال بالنسبه لي، انا عارف بس عايز اسمع. مش في السواقه بس، في السواقه وفي الحياه عموما، كان ناصر عبد اللطيف ابو هيفا. يعني كنت متاكد انك هتقول كده. يعني ناصر مأثر عليا بشكل كبير قوي 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 في حاجات كتيره قوي، في تعاملاتي، في اخلاقي، في سواقتي،
في ازاي ابتديت، تعلمني ايه، فهمني ايه الكلام ده كله، وقف جنبي ازاي. هو اللي علمني الاكسل يعني. واحده من اهم الباشنز عندك. حاجه من بالظبط. اهم الحاجات اللي في حياتي مثلا. اوكي. مم. فانا بالنسبه لي العربيات والاكسل دول، ناصر ابو هيف كان ليه فضل كبير قوي 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 عليا في ان انا اوصل للي انا واصل له فيهم دلوقتي. فدي حاجه يعني ايه، ما كانش ينفع ما تتقالش صراحه في قعده زي دي يعني. وانا بقول لك والله، ولو قعدنا نكمل كلام هتقول تاني. وانا يعني ما شاء الله الحدوته بتاعتك دسمه جدا، دسمه جدا. القعده دي قريبه قوي لقلبي، يعني هي شبه تقريبا قعدتنا العاديه اللي بنقعدها مع بعض، بس انا مبسوط ان احنا وثقناها. ومبسوط ان انا كنت يعني قدرت اوصل ان في ازاي ممكن حد يبتدي من حته صغيره بيحبها لانه يوصل لحد، رغم ان انا شايف ومتاكد وعارف ان انت ما خدتش ما يكفي من حقك بالنسبه للانجازات وللخطوات اللي انت خدتها في حياتك. بس هو ده يمكن الغرض من القعده، ان في ناس تستحق سبوت لايت عليها زي ناس تانية عليها سبوت لايت، بس يمكن دول ما حدش واخد باله قوي منهم. فعشان كده انا كنت قاعد مصر ان احنا نقعد القعده دي، اتبسطت. بس طبعا انت فاهم ان القعده دي واقفه عليا بخساره يعني. انا كده يعني انا ما عملتش حاجه. انت اصلا انا لما يعني انا ما استفدتش بالقعده دي بحاجه يعني. انا دلوقتي يعني انت كان نفسك آه. تتمسخر طبعا عليا يعني انا قايم خسران انا من اسف. القعده دي عشان انت ما اديتنيش فرصتي، بس ان انا معلش تعال على نفسك شويه، الحمد اديني لله. اديني برستيجي في بعض الاحيان. ما خلاص، ما انت واخد البرستيج الحلقه كلها. ما احنا عايز إيه هننزل تاني هننزل يعني؟ هننزل بعد الحلقه تحت فاهم ماشي، يعني اجري تمام. ورايا في الشارع. كنت مبسوط قوي ان انا معاك، ولما تروح ان شاء الله نتكلم في التليفون. كفايه كده، ما زهقت. خلاص ما انا خلص شويه هتهزقني. طيب سي يا بدر، شادز، وشكرا انك يعني خدتني في التير الاولاني بتاع الحلقات يعني. حبيبي. بجد I ما appreciate كانش it. ينفع والله. I really do appreciate it يعني. و thank you for the lovely time يعني. حبيبي شكرا يا شادز، ماشي بدر نورتنا يا شادز. حبيبي. يلا بقى عشان القعده خلصت. باي باي. شكرا، متشكرين على خرب بيتك. كانت حلوه قوي موضوع يلا بقى عشان القعده خلصت ده، ينفع تستخدمه. الكلام من القلب ما بيقدمش.